سلام ومحبة لكل اللي بيشوفني وبيتابعني من أي مكان في الدنيا. بصوا معلش بقى المقدمة المفروض تبقى صوتي بس أيلا ما ادتنيش الفرصة أول ما جيت أصلا، يعني أول وأتكلم لقيتها صحيت على طول زي ما انتوا شايفين. وكمان ما هي اللي بتتكلم، يعني هي اللي بتقول المقدمة ومحدش فاهم حاجة. المهم ربنا يبارك فيها يا رب، ويبارك في كل أم عندها طفل، ويكرم كل مشتاق يا رب بإذن الله، واللي حامل تقوم بالسلامة يا رب، هي وطفلها يا رب آمين. بصوا بقى النهاردة معانا حاجات كتير جدا، بجد الفيديو ده يعني بجد حلو جدا جدا. ليه بقى؟ هنعمل مع بعض كده هنوفر 350 جنيه يا جماعة من السمنة. يعني بصوا هعمل معاكم أفكار حلوة جدا، هخزن لرمضان. بس بصراحة أنا مش زي أي حد، مش هجيب كميات بصراحة واخزن والكلام ده لا. كل واحد على قد ظروفه، انا هجيب حاجة اللي على قدي او اللي جوزي هيجيبها لي او اللي هي موجودة وكده، وفي مقدرتي هجيبها وهخزنها لرمضان. يعني هنخزن مع بعض حاجة حاجة. لو أنتِ مثلًا عندِك ما شاء الله القدرة إن أنتِ تجيبي كل حاجة وعندِك الوقت، لإن هو مش بس مال، يعني مش بس فلوس، كمان الوقت، يعني إن أنتِ طول اليوم أو يومين تفضلي تخزّني وكده، تمام ماشي. بس أنا بصراحة هاخزّن حاجة، حاجة، وهاخزّن على مهلي جدًا، فمش هيبقى متكوّن كده فيديو كامل للتخزينات لأ، هتبقى على فترات، تمام؟ فعملت إيه بقى يا هديلة؟ عملت معاكم القرنبيط، يعني جبت قرنبيطة وخزنتها معاكم، تمام. وهوريكم أنا ازاي خزنتها ومن غير أي ريحة. حتى والله جوزي جه قلت له في ريحة مثلا زي ما بتتعمل وكده الزفارة أو كده، قال لي لا، في ريحة بسيطة جدا اللي هي ريحة القرنبيط العادي، بس مشيت على طول، ما قعدتش بقى ولا كده ولا أي حاجة. فهاقول لِك إيه تعملي وكده. وهنا بقى كانت آيلا صعبت عليَّ إن هي قاعدة في الأرض وكده. أنا قُلت أول ما صحيت، قُلت هالِم الغسيل وبعد كده أفطّرها. فطّرتها يعني، بعد كده أخواتها صحيوا فطّرتهم تاني وفطرت معاهم كمان تاني هي، عشان ما كمّلتش الفطار الأولاني. المهم هتعملي إيه كمان تاني يا هدير؟ هتشوفي آخر الفيديو بجد أنا هاوفّر لِك 300 جنيه، 300 جنيه مش يعني في ناس بتقول ب350 أو 320 على حسب، بتختلف من كل محافظة لمحافظة أو كده. هنعمل مع بعض حاجة هتوفّر علينا جدًا، جدًا، وطبعًا مفيدة وإحنا ضامنينها وكل حاجة. بس قبل ما ندخل المطبخ اللي ما بنخرجش منه، اللي يعتبر أصلًا سارق نُص عمرنا بس والله لأ، يعني في ناس بتحب المطبخ، يعني في ناس تحس إن هي المطبخ ده فَن عندها، سواء كنضافة، سواء كأكل، سواء كحلويات. في ناس يعني تحسّهم كده فنانين، والله العظيم في ستات فنانة كده في الأكل وفي الحلويات وكده، وفي ناس فنانة في النضافة. يعني في كل واحد ربنا سبحان الله بيدّي له حاجة كده. بس أنا قبل ما أدخل بقى قُلت إيه، لازم أوضّب البيت برّه. طبعًا الألعاب دي كلّها هُم طلّعوها تاني، يعني أنا في الصالة أصلًا في ألعاب ما شِلتهاش بصراحة، يعني وضّبت وكنست كده، كنت بازُقّها كده على جنب وأكنس بالمكنسة الكهربا. فهنا بقى كده خلّصت الأوضة، أدي أوضة النوم كده خلصت معايا ومتروّقة، وحتى لو قعدوا في الأرض أنا ضامنة إن ما فيش ولا أي حاجة. وأوضة النوم برضه نضّفتها وكنست على فكرة بالمكنسة برضه الكهربا. هنا بقى إيه، أخواتها صحيوا، بس آيلا كانت صاحية معايا من الصبح. أخواتها صحيوا بقى ورُحت قُلت خلاص هاسرّح لها شعرها هي ولولي، وبالمرّة بقى أروح إيه أعمل لهم الفطار. سرّحت شعر آيلا سرّحت شعر لولي أهو. مش راضية. ولأ بُصّوا، هي أصلًا كانت لولي قاعدة على حجري وكانت عايزة تسرّح شعرها، راحت زقّتها وقعدت مكانها. رُحت قُلت لها: "طَب تعالي يا لولي." بعد ما مشيت راحت رجعت تاني. وبُصّوا، بُصّوا بتشيل منّي إيه، استنوا هتشوفوا، شايفة؟ شايفين؟ بتشيل منّي الفرشة عشان ممشط شعر أختها، والزيت كمان شايفين؟ عاملة نَفْسها يعني إن هي أذكى منّي. المهم هو كل ده عشان بتعاند في أختها والله العظيم، يعني كل ده بتعاند في أختها. إيه بقى عايزة لولي؟ قالت لي: "لأ أنا مش عايزة ده، أنا عايزة يعني الفورمة دي." هي أساسًا لولي هي اللي بتتحكم في شعرها، يعني تعرفوا لولي فالتة شعرها يبقى هي اللي عايزة كده، لولي عاملة ضفير يبقى هي اللي عايزة كده. قالت لي: "يا ماما أنا عايزة ضفيرة."
قُلت لها تمام وعملت لها ضفيرة. هنا ضفيرتين قصدي، وهنا عملت لهم اللبن وفطروا لبن بالبسكوت اللي إحنا عملناه مع بعض، وهنا بقى إيه، كنت مطلّعة الفراخ من امبارح بس مش عارفة ليه ما ساحتش، رُحت حطيتها في مَيّة، قُلت عشان خاطر أفُكّها من الكيس يعني وحطيتها في مَيّة. يمكن الكيس هو اللي مخلّيها ما تساحش يعني وكده، وعقبال بقى ما هي تفُك، أنا أعمل إيه، أمسح الغسالة دي لإني من بدري ما نضّفتهاش. بس قبل ما أنضّف الغسالة وكده، كنت مدّياها دورة تنضيف على فكرة، يعني هي دي فيها دورة تنضيف، أنا كنت مدّياها دورة تنضيف وبعد كده نضّفتها، زي ما أنتم شُفتوا كده طلّعت المصفى اللي فيها ونضّفتها، ودلوقتي بانضّف الحتّة دي بُصّوا شايفينها، يعني طلّعت أنتم هتشوفوا الطين مش عارفة إذا كنت صورته لكم وريته لكم والّا لأ. ومسحتها ومسحت غسالة الأطباق ومسحت غسالة الهدوم التانية الأوتوماتيك يعني. بُصّوا شايفين كُنْة التراب، مش عارفة شُفتوه والّا لأ. ومسحتها كلّها ولمّعتها كده عشان خاطر إيه بقى، هنحط غسيل. ما إحنا مش هنقعد كده، هنحط غسيل. أنا يوميًا ممكن أغسل مرتين، 3 يعني مرتين دي يعني اللي هو ما غسلتش أصلًا يعني حلو أوي كده. ودي غسالة الأطباق، حطيت بس دي عشان كل شوية بتتدلق وبتبهدل لي الدنيا، فقُلت إيه لأ أنا هاحطها في علبة بقى، ما صدقت في علبة فضيت بتاعة العسل، فرُحت واخداها. هنا بقى اللي هو الغسالة الأوتوماتيك بايظة والله صعبانة عليَّ خالص، أنا على فكرة باحبها بس هي على طول بتبوظ. شايفين بقى الفوطة اللي باقول لكم عليها، أنا معجبة بيها في كل فيديو باقول لكم عشان كمان حبايبنا الجداد اللي هم بيشتركوا في القناة يستفيدوا من أي حاجة أنا باقولها قُلتها قبل كده وهُم ما سمعوهاش. وكمان لو أنتِ جديدة في القناة يا ريت تشتركي في القناة وتكبّري كده العيلة بتاعة أسرار حياتنا، وتبقي أخت كده من أخواتنا، إحنا دلوقتي بقينا كام 2300 يعني ما شاء الله والله. أنا فرحانة جدًا ومبسوطة جدًا، جدًا، جدًا والله. وبُصّوا راضية جدًا، 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 يعني أصلًا كفاية إن أنتم بقيتوا بتشاركوني بتقولوا مثلًا تعليقات بتقولوا رأيكم، يعني أنا باحب كده خالص، خالص وباحب أتكلّم معاكم بجد، فبابقى فرحانة جدًا وبالذات لمّا واحدة بتيجي تقول لي حاجة أو تنصحني بحاجة، فيعني أنا بابقى مبسوطة خالص، خالص. أمّا بقى اللي هم أساسًا في العيلة من زمان فأنا طبعًا باسلِّم عليهم وباقول لهم شكرًا ليكم وشكرًا لدعمكم. يالّا قومي كده اغسلي الغسالة لو أنتِ مثلًا لسه ما عملتيهاش أو عملتيها لمّعيها كده، إحنا بُصّوا قبل ما نعمل أي حاجة لمّعنا الغسالة، لإني أنا كل مرّة باقول أنا هانضّفها، أنا هانضّفها، أنا هانضّفها، بُصّوا أول ما بادخل في الأكل خلاص بانسى، يعني بادخل في الأكل وفي الغدا وبعد كده أقوم غاسلة المواعين وبعد كده أعمل قهوة وبعد كده أدخل أعمل العشا، فما فيش وقت يعني، فقُلت لأ، أنا قبل ما أبتدي أي حاجة لازم أخلّص كل حاجة، فخلّصنا البيت كده مع بعض وكمان بُصّوا دي كانت محروقة، شُفتوا بقت عاملة إزاي، خلّيناها إزاي. خلّصت البيت وخلّصت كمان تلميع الغسالات اللي أنا أصلًا بقى لي كتير مأجّلاها والله، فالحمد لله يعني. هنا بقى بُصّوا عشان برضه الموضوع ده برضه كنت مأجّلاه، حطيت ملح بليمون، وحطيت بيكربونات الصودا، وحطيت خل، وحطيت بقى المعلقة، والله العظيم عايزة أقول لكم بتبرق، طالعة جديدة، رجعت أكنها جديدة بجد، أكنها لسه جايباها أصلًا من الراجل يعني. فأنا الموضوع ده برضه كنت عايزة أعمله بقى لي كتير، يعني أجّلته كتير برضه، المفروض إن أنا باعمله مثلًا كل مدة، لأ أجّلته المرة دي، مش عارفة آآ عشان في مُخّي يعني مزحوم بكذا حاجة والكلام ده. ففي حاجات كتير بتسقط مني فاهمين؟ بس فبرضه إيه قلنا نخلص المواعين عشان لما ندخل في الغدا هعمل لهم النهارده غدا بسيط بس غدا حلو وعجبهم جدا الحمد لله. يعني بصراحة قعدوا يقولوا لي احنا عايزين المفروض احنا منه غدا وعشاء قلت لهم لا كفاية غدا. هنعمل ايه؟ عارفين بقى الصدرين الفراخ دول انا هعمل لك منهم 3 وجبات. تمام. بس احنا كام نفر؟ احنا 6 نفار. تمام. واحنا 6 ما شاء الله بناكل. تمام. فأنا عملت مش عارفة هو ممكن على حسب أكل كل واحد يعني احنا ده قدنا. ممكن يكون انتي مثلا مش قد أكلك ممكن تعملي بدل 3 وجبات تعملي وجبتين بس. تمام.
فإحنا هنا بُصّوا هنعمل مع الأول البوتاجاز، لإني أصلًا أنا المفروض إن أنا أكون عاملة روتين مسائي يعني فما عملتهوش. يعني بامُر كده بشوية حاجات فمخلّياني شوية مش عايزة أعمل حاجة، ما ليش نِفْس إن أنا أعمل حاجة. بس الحمد لله لمّا بادخل في الموضوع أو بادخل مثلًا في غسيل المواعين، خلاص الواحدة بتكمّل يعني. بس هي البداية دي اللي بتخلّينا نكسّل. فأنتِ بقى لو لسه مكسّلة لأ، قومي واتشجّعي كده وروحي اغسلي البوتاجاز واعملي كمان الغسالة، وكمان اعملي لهم الغدا لو أنتِ عندِك صدرين الفراخ برضه هتعملي زي كده. ممكن على فكرة برضه من الحاجات اللي أنتِ تخزّنيها، بس أنا ما خزّنتهاش لرمضان، يعني أكيد عمري ما هاخزّن من دلوقتي لرمضان. تمام. يعني دي عاملاها غدا النهارده وغدوتين بعدين، أنتم فاهمين؟ هنا بقى جِبت الصنفرة، لإني للأسف أنا أصلًا بوتاجازي بايظ، يعني أنا أساسًا بوتاجازي بايظ. فعارفين الحاجات السودا دي، ده ضرب نار. والله العظيم أنتم لو خدتوا بالكم أصلًا من الفيديو اللي عدّى إن البوتاجاز ضرب، يعني النار ضربت. لو خدتوا بالكم، أنا نسيت ما أقول لكم على فكرة إن شايفين النار خدتوا بالكم؟ أنا حاولت أمسحها بعد كده لقيتها ظاهرة يعني. المهم يعني، فأنا أصلًا بوتاجازي بايظ يعني، بس هو كتّر ألف خيره. فالحاجات دي بتيجي لمّا الأكل مثلًا اللبن مثلًا بيتدلق يقوم هو ضارب، فبتعمل السواد ده. المهم ما علينا، إحنا يعني لمّا تلاقوه كده نضيف وحلو ومش عارفة إيه، اعرفوا إن أنا عملت مجهود فظيع، لإن هو عشان أنا أنضّفه وأوصل للنضافة اللي هي، لازم أفضل أغسل فيه بعد كل غدوة بالطريقة دي. يعني شايفين، أجيب الصنفرة وأفضل أصنفر، لإن هو أصلًا بايظ. بس هو حبيبي والله، هو عايش لغاية دلوقتي معايا. فهو كويس أوي إن هو عايش لغاية دلوقتي. أنا طبعًا كان نِفْسي إن أنا أغيّره، بس فين بقى، كان نِفْسي إن أنا أغيّره في أيام الرخص، اللي عايز يغيّر كان غيّر من زمان. لكن دلوقتي فين بقى. هنا بقى أدي صدرين الفراخ اللي باقول لكم عليها. بُصّوا، إحنا هنطلّع إيه، أنا طلّعت الجلد. الجلد ده طبعًا رميته بصراحة. آمم بعد كده بُصّوا أنا العيال كانوا بيخبّطوا عليَّ فبُصّوا شدّوا تفكير، إحنا كنا فين؟ هاطلّع بقى بُصّوا، طلّعت الصدرين وهاعمل 3 حاجات. أول حاجة هاعمل شاورما، وهاطلّع كمان ستريبس منهم. من الفراخ دي يعني من صدر الفراخ دي هاطلّع ستريبس، يعني مجموعة ستريبس. والتالت بقى اللي هو إيه، اللي هي بتتبقى أصلًا اللي هي العضمة وكده، هاجيبها واحطها اسلقها. تمام. ليه هاعمل كده؟ عشان خاطر بعد ما تتسلق اقوم واخده الفراخ نفسها وبرضو اعملها شاورما، بس شاورما هتبقى دايبه شويه يعني، واروح اعمل بيها ايه، نجرسكو. تمام. احنا كده معانا 3 حاجات او 3 وجبات: ستريبس، وكمان شاورما، وشاورما تانية بس شاورما بعد ما تستوي العظم، يعني بعد ما هتسوي العظم على النار وكده وتعملي شوربة وتاخدي منها الشوربة، هتبقى الشوربة للنجرسكو، وكمان الفراخ هتعمليها شاورما للنجرسكو. فاهمين؟ بس أول حاجة دي عملتها اللي هو الستريبس. تمام. الستريبس ده أنا قطّعته على قدّنا، يعني شوفي أنتِ بقى هتحبي تقطّعي قد إيه. أهو كده ده ستريبس ده. تمام. يالّا اقعدي ساكتة بقى عشان نتكلّم. يالّا. بُصّي اتفرّجي. ماشي اقعدي ساكتة. هنا جِبت العضمة عشان أعمل الشاورما اللي هناكلها النهارده. النهارده هاعمل لهم شاورما، وكمان هاعمل لهم مكرونة. تمام، جنب الشاورما. طيب إزاي هنطلّع بقى اللي هو بتاعة النجريسكو وكده، الفراخ بتاعة النجريسكو لمّا تسلقي العضم، هيطلع منها فراخ كتير أنتِ مش واخدة بالِك منها. تمام. أنا على نفسي يعني أوقات باخلّي الأولاد هم ياكلوها، فمش عارفة النهارده هياكلوا اللي هو بعد ما أنا أسلقها والّا لأ هيخلّوها إن أنا أعمل منها نجريسكو، لإن هم بيحبوها كده. مش عارفة أنتم بقى، يعني أنتِ بقى شوفي أنتِ أولادِك بتحبي إيه واعمليه. آه. ده كده إيه، أهو أنا كده دول هاشيلهم، ده الستريبس. وبعد كده أهو هاعمل هنا الشاورما. أنتم شايفين الكمية أصلًا اللي طلعت حلوة إزاي، يعني جميلة بصراحة ما شاء الله.
وبعدين بقى هتعملي إيه، أنتِ كمان كتّري في البصل والفلفل الألوان، ولو بتحطّي طماطم أنا ما باحبش الطماطم ولا أنا ولا ولادي، فالحاجات دي برضه هتعزّز من فراخ، يعني أنتِ فاهمة، أنتِ خلّيكِ سِت ذكية وموفّرة، إنِّك أنتِ تعملي لهم 3 وجبات من صدرين فرخة بس، دي حاجة حلوة جدًا يعني. ف وكل واحد طبعًا على قد ما هو بياكل، يعني أنا كمان مش باكل كتير ولا أنا ولا أولادي ولا جوزي يعني فاهمين؟ مش اللي إحنا يعني أنا دلوقتي هاسلُق معاكم مكرونة نُص الكيس تمام، إحنا فضل منها أنتم تتخيّلوا يعني. أنا عملت لهم ساندوتشات شاورما وجنبها المكرونة، في ناس بقى أكلت الشاورما على المكرونة، كل واحد على حسب ما هو بيحب. أنا هنا بقى حطيت إيه، حطيت التوابل، حطيت كركم، شايفين بقى الجمال والله العظيم تحفة، حطيت كركم وحطيت بصل بودر وتوم بودر، وحطيت كمان كان عندي خلطة كده حلوة جدًا، وحطيت إيه، الشاورما، خلطة الشاورما، في خلطة جميلة جدًا أنا مش عارفة هي إيه، ولا عارفة تبع إيه، هي بُصّوا عبارة عن حاجة كده في الإزازة، وهنا بقى حطيت اللي هو الجبنة الموتزاريلا، فبُصّوا كانت شاورما من الآخر والله العظيم تستاهل بُقُّكم. باقول لكم عارفين التوابل دي أنا ولا عارفة اسمها ولا عارفة هي إيه أصلًا، بس جميلة بنحطها على كل حاجة أصلًا. ممكن نجيب المكرونة نفسها ونحطها كده. شايف يعني المشكلة إن هي لو خلصت إحنا مش عارفين هي بتاعة إيه. شايفين بقى المكرونة سحر يا جماعة أبركادابرا. لأ ولا هو اللي إيه، هي حركاتك يا تكاتك. فبُص بعدين أنا جِبت المكرونة، طبعًا المكرونة دي هُم اللي اختاروها، يعني هي المفروض دي المكرونة دي بتاعة بشاميل، لأ هُم عايزين بقى المكرونة دي ياكلوها بالشوكة كده، بالقوطة يعني، فأنا جِبت لهم القوطة، القوطة كانت عندي أصلًا، وسلقت المكرونة كانت عندي من تحت، زي ما أنتم عارفين أنا في الشتا باجيب المكرونة وأحطها في أزاز وأحطها من تحت عشان تبقى جاهزة معايا وتبقى سهلة، تمام؟ وادي كده قلّبتها، وادي كده الغدا بتاع النهارده، ويعني الحمد لله أكلة كانت حلوة وعجبتهم، وأجمل حاجة والله إن أنتِ تعملي الأكل وفي الآخر يعجبهم ويقولوا لِك يا ماما إحنا عايزين تاني وكده. شايفين بقى الجبنة تحفة، تحفة، بُصّوا بتمُط إزاي، دي من صدر الفراخ ولسه عندنا الستريبس وكمان حطينا اللي هو العضم ده، هو مش عضم على فكرة هو فيه لحم، يعني أنتِ لمّا هتسلقيه بس هيبان اللحم اللي فيه. وحطينا الغسيل واديني غسلت المواعين كمان بعد الغدا وخلصت كل المواعين الحمد لله. هنسكت؟ لا ما نسكتش، في حاجات تانية. ما احنا دخلنا المطبخ عشان كده انا روقت كل حاجة بره عشان ابقى ايه مرتاحة كده وقاعدة في المطبخ ما اقولش لا وكده، لاني لما بدخل المطبخ اوقات واغسل المواعين ببقى مش قادرة يعني خلاص مش عايزة اطلع، افضل بقى اروق وانضف وكده. طبعا هي العيال اساسا بتوسخ تاني بس تقولوا ايه بقى، لازم برضه بنروّق، لازم، اسمنا روّقنا على الأقل يعني. شايفين بقى كده الغسيل، إحنا حطينا غسيل أهو بعد ما نضّفناها، وادي كده يا كمان خلّصنا كل حاجة، جِبنا بعد كده القرنبيط، آدي القرنبيطة هو كان هيجيب لي 2 رُحت قُلت له: "لأ هات لي واحدة، واحدة." عشان خاطر إيه، لمّا بتكون الحاجة كتير بصراحة مش عارفة ليه بتبوظ منّي، يعني مش عارفة ليه ممكن تبوظ منّي. طيب أنا إزاي بقى باعمل القرنبيط، أنا أول حاجة طبعًا شِلت الحاجات دي عشان خاطر للفراخ يعني وكده، أكل الفراخ. وطبعًا قطّعتها كده، طبعًا أنتِ لو جدعة هتجيبي اللي هي البتاعة الطويلة دي وتقطّعي فيها وتحطّيها تعملي بيها مخلِّل، يعني لو أنتِ جدعة. عشان أنا ما قدرتش أعملها، لإني أصلًا المَرّة اللي عدّت لمّا عملتها باظت منّي، فما ليش مزاج أعملها، فطالما ما ليش مزاج يبقى هتطلع بايظة برضه، المخلِّل يعني أقصد. شايفين بقى جِبت المَيّة حطّيت فيه إيه، حطّيت فيه كزبرة وكمون وملح بكمون برضه يعني. وحطيت فيه كركم وباحط بُص إزاي، باحطها ال اسمه العرق بتاعها فاهمين، مش الشجرة من فوق لأ، العرق بتاعها، وأهو كانت الفراخ معانا خلصت، بس عايزة أقول لكم إن ممكن العيال ياكلوها وممكن يسيبوها لي أعمل منها نجريسكو، هنشوف مع بعض وهابقى أقول لكم. هنا بقى كانت إيه، القشطة، هي دي بقى اللي أنا باقول لكم عليها ب300 جنيه يا جماعة أو ب320 جنيه مش عارفة. هي ماما يعني آخر مرّة قالت لي ب300 جنيه، بس أشرف قال لي إن هي ب320 جنيه.
طب وإحنا ليه؟ طب ما إحنا نحوّش القشطة ونعمل زي كده، والله العظيم هتشوفوها في الآخر حاجة تحفة. وادي كده طلّعت القرنبيط الحمد لله وطلع معانا زي الفل. الحاجات السودا دي يا جماعة دي بتبقى موجودة، أنتِ بتجيبيها بعد ما بتتسلق وهتبرد، إحنا هنسيبها تبرد أهو. هنسيبها تبرد بقى، هنيجي بقى بالسكينة ونحاول نقشر الحاجات السودا. طبعًا عملت لي شوية قهوة، وكان أشرف لسه ما مشيش راح الشغل يعني، رُحت قُلت له: "خلاص اشرب معايا وكده." ربنا هداه يعني. هو والله شغله يعني هو ما بيلحقش يقعد معانا ولا يشرب قهوة، ممكن ما يتغداش معانا، يعني بصراحة كتّر خيره وكتّر خيرنا، يعني ما تفهموش مين المظلوم في الموضوع ما تفهموش والله إحنا والّا هو ما تفهموش. هنا بقى بُصّوا غسلت أهو المعالق اللي إحنا حطيناها في البيكربونات الصودا والملح الليمون من الصبح، أنتم متخيلين؟ فكانت والله بتلمع، بتلمع. هنا بقى بُصّوا أنا كنت غاسلاه الصبح بس غسلته أي كلام، دلوقتي بقى شوفوا هتلاقوه بيلمع. حطيته أولًا في بيكربونات الصودا دي قُلت إيه، أستغلها وكده حطيتهم شوية، هو ده كلّه بيعمل إيه، بيحصل إيه، السمنة البلدي قاعدة على النار، لإن أنتِ السمنة البلدي هتعمليها إيه، هتحطّي القشطة وهتفضلي تقلّبي وهي باردة، أنتم عارفين ممكن تقعدوا كام، يعني أنا قعدت معايا 4 ساعات، أنتم متخيلين؟ فأنتِ هتقعدي كده، يعني تعملي حسابِك. بس أنا باعمل إيه، أنا باقعد في الصالة وباخلّيها على النار واطية، وباحط كمان لو عندِك شياطة حطيها تحتها واقعدي بقى، بس كل شوية يعني كل 10 دقايق مثلًا أو ربع ساعة ادخلي قلّبي، ادخلي قلّبي. في ناس بتُقف عليها، يعني أنا كانت والدتي بتُقف عليها، فكل واحد يشوف، يعني أنتِ بتحبي إيه السلوى أصلًا بتحبيها إزاي عاملة إيه؟ أنا عن نفسي والله بُصّوا بعد ما خلّصت لقيت إيدي اسودِّت أساسًا يعني وزي كده ما بين الشقوق أسود، رُحت جِبت لَمونة وغسلت إيدي. عشان يمشي يعني وكده. بُصّوا هنا بقى بتلمع إزاي، شايفين؟ إحنا كُلّه بنستغلّه. استغلّينا كُلّه، يعني بُصّوا الأول غسلنا فيها المعالق ودلوقتي كمان غسلنا فيها إيه، الغسالة، وكمان على فكرة بس ما وريتكوش إن أنا غسلت الحوض بيها كمان بيكربونات الصودا والليمون وكده. قُلت برضه أعمل إيه تاني، أعمل إيه تاني، هو ده كُلّه السمنة شغّالة. غسلت إيه، غسلت بقى إيه، الإزاز بتاع البوتاجاز، نكمّله بالمَرّ بقى، نكمّله ما إحنا كده قاعدين واقفين والله. يعني بُصّوا قُلت بدل ما أقعد، لإني أول ما باقعد ما باقدرش أقوم أصلًا يعني. بُصّوا بقى لمعت بقى وبقت زي العسل، أهو الحمد لله. وده كلّه برضه السمنة على النار. هنعمل إيه تاني، قُلت أكنس بقى، شايفين إحنا لسه كانسينها الصبح، والله أنا كانساها بالمكنسة الكهربا الصبح مع البيت يعني وكده، بس قُلت لأ خلاص أنا أكنس تاني يعني وخلاص. بُصّوا أنا على أساس إن هي نضيفة بقى واثقة في نفسي كده، لقيت لأ دي في حاجة مدلوقة عند الباسكت من العيال، مش عارفة اشتروا إيه كده، وشايفين أنتم بقى الحاجات اللي هنلمّها دلوقتي دي. فقُلت يعني الواحد ما ياخدش بالشكل خالص، جِبت بقى إيه، حتّة بريل كده من اللي موجودة وكنا بنغسل فيها المواعين وكده، جِبتها بقى وحطيت شوية مَيّة ولمّعت كده يعني طبعًا تلميع، تلميع، إحنا في شتا وكُلّه تلميع. كُلّه عك في عك، كُلّه يعني بسرعة كده. ال الدلق وده في الصيف، شتا ما ينفعش، إحنا عندنا أطفال، كل واحد بيمشي على قد إيه، على حسب أطفاله، هُم اللي بيتحكموا فيه أساسًا. جِبت بقى كده بعد ما الحاجات اتصفِّت، رُحت إيه رتّبتها كده، والله العظيم مش عايزة أقول لكم المعالق بتبرق، يعني بتبرق بجد. أهو كده السمنة، أدي الفراخ شايفين، شايفين أصلًا اللحمة، أنتم شايفين اللحمة لو جيتِ أنتِ عايزة تخليها مش هتلاقي فيها لحمة، لكن لمّا تسلقيها هتلاقي فيها لحم، أنتِ بس جرّبيها وهتشوفي. هنا بقى الأسد الكبير، الأسد الكبير يا جماعة. ال300 جنيه اللي وفّرناها لجوازنا. شايفين؟ بُصّوا بقى أنا هنا يعني صفّيتها الأول في اللي هو البلاستيك الكبير أو اسمها إيه دي، اسمها إيه الكوباية الكبيرة دي، الشفشق، إيه ده؟ إزاي مش عارفة أقولها.
المهم راحت عن بالي، معلش قولوا معايا انتوا بقى. وبعد كده صفيتها تاني. المشكلة بقى ان هما بيعملوها بشاش، تمام، لكن انا بعملها في المصفى. انا جبت والله كذا مصفى ليها، كل المصافي برضو لازم بتنزل حتة سلوى في الاخر، ما علينا مش مشكلة، مش بتأثر خالص، بتنزل في الاخر على فكرة. وادي السلوى بقى، انا بموت في حاجة اسمها سلوى. سبت بقى كده اللي هو السلوى على دي وغطيتها، وكل شوية كانت بتنزل كنت بحطها في العلبة. شايفين ما شاء الله العلبة؟ العلبة دي يعني بسم الله ما شاء الله كيلو ونص، يعني أنا موفرة لجوزي 300، لا 450 جنيه. ما احنا لازم نزله بقى، لازم نزله. يلا اشوفكم على خير، باي باي.